نتناقش بعقل ازاي يا ماما؟ وانا مخي طار من دماغي. وانا كمان يا ماما مش مصدقه وداني من اللي بسمعه منك. ومش مصدقه ودانك ليه يا روح قلبي؟ هو انا بتكلم كلام؟ كنت اتمنى ما اسمعوش منك يا امي. ليه يا فوزي كنت بتتمنى ما تسمعوش؟ هو انا بقول كلام فارغ؟ اصل اللي هتعمليه يا ماما ده اللي هعمله من حقي. انا مش عيله ولازم اخد اذن من ابويا. ايوه يا ماما انتي مش عيله، لكن انتي عندك 60 سنه. يبقى لازم اتصرف زي ما انا عايزه ومحدش يحجر عليا. يا ماما اللي هتعمليه ده يعتبر مصيبه. ايه مصيبه؟ مصيبه ان اتجوز؟ ده الجواز من حقي. ايوه يا ماما من حقك، بس تتجوزي واحد اصغر منك ب30 سنه. انا حره اتجوز اللي انا عاوزه اتجوزه. يا ماما يا ماما انت عندك 60 سنه. ايوه بقى عندي 60 سنه، بس السنين دي ما تعرفوش انا شفت فيهم قد ايه. وكله عشانك يا فوزي انت واختك. انت عارف ابوك لما مات كان عندي كام سنه؟ انتي قلتي يا ماما انه كان عندك 30 سنه. وقعدت بعدهم من غير جواز 30 سنه. طيب ليه ما اتجوزتيش بعد ما مات ابويا على طول؟ ما اتجوزتش عشان افضي نفسي لتربيتكم ولتعليمكم. انتوا عارفين كنت بشتغل ايه لما مات ابوكم؟ كنت يا امي بتبيع خضار في السوق. يعني كنت ست غلبانه، لكن صممت ان اصرف عليكم واربيكم احسن تربيه. وفعلا يا ماما انتي اديتي واجبك كأم بتحب اولادها. ولما انا اديت واجبي مش يبقى من حقي دلوقتي استمتع بحياتي؟ وهتستمتعي بحياتك يا ماما مع حماده ده اللي هيتجوزك عشان طمعان في فلوسك. حماده مش طمعان في فلوسي يا فوزي، لكن اللي طمعانين في فلوسي ناس تانية انت واختك عارفينهم. يا ماما حرام عليكي ما تقوليش كده عليا انا واختي، ده احنا ولادك. ولادي عاوزين يحرموني من السعاده؟ لا يا ماما احنا بنتمنى لك السعاده، بس مع واحد من سنك، مش مع واحد بيشتغل عندك محاسب في شركتك واصغر منك ب30 سنه. اكيد طمعان في ثروتك. حكايه الطمع دي شيلوها من دماغكم. ازاي نشيلها يا ماما؟ بس لان انا هتجوز حماده واخلي العصمه في ايدي. يعني لو اتجوزت واكتشفت انه طمعان في فلوسي اطلقه على طول. يا ماما يا سي فوزي حرام عليك، سيب ست نبويه انت واختك ست انشراح عشان مامتكم تتمتع بحياتها. اخرس يا بنت انت اللي اسمك شلبيه، انت حته شغاله. ايه اللي خلاكي تتدخلي بين سيادك؟ انا اتدخلت عشان ست نبويه صعبانه عليا قوي، عايشه نور عيني وحدانيه وسي حماده هيسعدها. لا انت بقى مصممه تتدخلي، يبقى لازم تتأدبي. خدي. اي كده انت بتضربني يا سي فوزي عشان قلبي على ست نبويه يعني؟ انا هموتك من الضرب ان ما غرتيش من قدامي دلوقتي. لا انا بقى اللي هضرب عشان تعرف حدودك يا فوزي. خد. انت بتضربيني بالقلم يا ماما؟ ايوه اضربك واضربك كمان. كده يا ماما تضربي فوزي عشان بينصحك؟ اضربكم انتوا الاتنين. يلا اتفضلوا بره. رجليكوا تعبت في شقتي تاني، فاهمين؟ بره ومن بكره هتجوز حماده.